لغات الحب، حلقة الفالنتاين، حلقة عيد الحب. وعشان نقول إحنا بنحب لازم في الأول نفهم إيه هي لغات الحب. اللغة في المطلق عبارة عن وسيلة بنتواصل بيها مع بعض. اللغة عبارة عن sender و receiver، والقاعدة الذهبية بتقول never blame the receiver، يعني لا تلوم المتلقي. أنا كمرسل للكلام بكون مسؤول عن طريقة استقبالك لكلامي. أنا كمرسل للأحاسيس بكون مسؤول عن طريقة استقبالك لأحاسيسي. في دكتور اسمه جاري تشابمان متخصص في العلاقات، عمل كتاب اسمه لغات الحب الخمسة. بيقول فيه إن كل إنسان فينا ليه لغة حب أساسية ولغات تانية ثانوية، وهي دي الطريقة اللي بيفهم بيها حب الطرف التاني ليه. عايز تعرف بقى إيه هي اللغات وإنت بتفهم الحب بأنهي لغة؟ تعال أما أقول لك. لغة الحب الأولى word of affirmation. مستقبلين الحب في اللغة دي بيفهموا الحب بكلمات الشكر والتشجيع، يعني دايما بنشكرهم على اللي بيعملوه، دايما محسسينهم إن وجودهم فارق. لو داخلين على شغل جديد بنشجعهم ونقول لهم انتوا قدها. لو عملت رز معجن ومش عاجبك بتشكرها على أكلها. لو عمل تاسك بسيطة بالنسبة لك بتشكريه على التاسك اللي عملها. دايما بنقول لهم شكرا ووجودكم فارق. والحل المثالي مع الناس دي إنك تستعمل كلمتين. الكلمة الأولى شكرا ليك، والتانية أنا فخور بيك. لغة الحب التانية quality time. مستقبلين الحب في اللغة دي بيفهموا الحب بحجم الوقت اللي انت بتديه لهم، بالمكالمات اللي انت بتكلمها لهم خلال اليوم، بالمسجز اللي انت بتبعتها لهم وجودتها. هما فين أصلا من حياتك ومن يومك؟ بالآخر كده الناس دي بتفهم الحب بدرجة اهتمامك بيهم، وبدرجة استمتاعك بالوقت اللي بتقضيه معاهم، وبحجم البوستيفيتي اللي انت بتديها لهم في الوقت اللي بتكون فيه معاهم. مش بتكلمهم مجرد قضاء واجب، مش بتبعت المسج عشان خاطر المفروض ان انا ابعت مسج. انا بعمل ده عشان خاطر انت حابب تستقبل ده. لغة الحب التالتة receiving gifts. مستقبلين الحب في اللغة دي مش مكلفين زي ما العنوان يبان. مستقبلين الحب في اللغة دي بيحب الطرف التاني يعبر عن حبه بالهدايا، حتى لو كانت بسيطة قوي. هدية آخر كل خروجة حتى لو كانت وردة. التيكتس بتاعت السينما لو كتبنا عليها التاريخ. بيربط الأحداث والذكريات بالهدايا، وبيحتفظ بيها وبيهتم بيها. طبعا مش محتاج أقولك إن هدايا المناسبات بتكون مهمة جدا بالنسبة له. وأحب أقولك الله يرحمك لو نسيت الهدايا بتاعت المناسبات الكبيرة. لغة الحب الرابعة acts of services. مستقبلين الحب في اللغة دي بيفهموا الحب على إن الطرف التاني يعبر عن حبه عن طريق إن هو يعمل لهم مجموعة من الخدمات والمهام. اتزنق في حوار يلاقيك بتخلصه، احتاج مشوار يلاقيك بتعمله، عربيته عطلت يلاقيك واقف جنب منه، في حد في المستشفى يلاقيك سابقه على هناك، محتاج مساعدة في حاجة يلاقيك بتعملها. المهم إن الطرف التاني يعمل كل ده بدون ما يطلب منه. المهم إنك تعمله له بدون ما هو ما يطلب. عليك إنك تعرف إيه اللي في دماغه وتعمله. بالآخر كده يبقى مطمن دايما إنه لو احتاج أي حاجة هيلاقيك جنب منه، إنه لو اتزنق هيلاقيك السند. لغة الحب الخامسة والأخيرة physical contact. مستقبلين الحب في اللغة دي بيفهموا الحب لما تحضنهم، لما تطبطب عليهم زي الأطفال الصغيرين. ممكن ما يكونوش بيفهموا كلامنا، لكن بيفهموا وبيحسوا بينا لما بنحضنهم. يحبوا دايما إن يكون في ما بيننا وما بينهم physical activity، زي إنك ترقص معاهم أو إنك تلعب معاهم مصارعة. حضنك ليهم ولمسك ليهم وطبطبتك عليهم
بيعني بالنسبة لهم الأمان والاحتواء. في الآخر أحيان كتير بنخسر ناس بنحبهم عشان بنكون فاكرين إن هما ما بيحبوناش زي ما احنا بنحبهم، بس الحقيقة بتقول إن هما بيحبونا بس بيعبروا عن حبهم بطريقة مختلفة. قبل ما نحكم على حد إنه ما بيحبناش، نتأكد الأول هل إحنا فهمنا طريقته في التعبير عن حبه لينا ولا لأ. لو عجبكم الكونتنت مش هوصيكم لايك فولو شير سبسكرايب. هابي فالنتاين. سلام.